السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الزملكاوي بعد فوز الأهلي على الهلال السوداني وتأهله إلى دور الثمانية. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب لتأهل الأهلي إلى دور الثمانية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تأهل الأهلي رسميا إلى دور الثمانية بعد فوزه على الهلال السوداني، فقد تفاعل الإعلام الزملكاوي مع فوز النادي الأهلي. وهنبدأ بالإعلام الزملكاوي خالد الغندور، اللي أدلى بتصريحات عبر قناة الزمالك وقال: أنا كزملكاوي وبنتمي لمنظومة نادي الزمالك حزين قوي بسبب تأهل الأهلي إلى دور الثمانية، وما كنتش أبدا أحب الأهلي يفوز النهاردة على الهلال السوداني، عشان كل ما الأهلي بيصعد لإفريقيا بالطبع هيصعد لكأس العالم للأندية، ودايما الأهلوية بيعيروا الزملكاوية إنهم على طول في كأس العالم للأندية، والزمالك ما راحش ولا مرة. وبصراحة كده الأهلي ما يستحقش الصعود، واللي كان يستحق الصعود بجد هو الهلال السوداني، عشان الهلال السوداني عمل بطولة كبيرة. ده الأهلي اتغلب بالخمسة من صن داونز، ازاي يتأهل لدور الثمانية؟ بينما صرح رضا عبد العال وأدلى بتصريحات لقناة تن وقال: أنا كنت متأكد إن الأهلي هيتأهل لدور الثمانية، وعارف الأهلي هيكسب الهلال السوداني، عشان ربنا رايد ان الاهلي يتأهل. ربنا راضي على النادي الاهلي، مش الزمالك اللي دايما حصلت المجموعات وتايه في الدوري وخرج من كاس الرابطة. اما يكون ربنا راضي عليك اتوقع اي حاجة. وانا بقول لكم الاهلي هو اللي هياخد البطولة ديت بشرط وحيد: صن داونز ما يقابلش النادي الاهلي، واي فرقة تانية تطلع صن داونز. اقول لكل الاهلاوية ساعتها: اطمنوا وحطوا في بطنكم بطيخة صيفي، الاهلي هو اللي هياخد البطولة. بينما صرح الإعلامي المثير للجدل عمرو الدرديري وقال: الأهل كلهم سعداء النهاردة وكأنهم فازوا على ريال مدريد. أنا مش عارف الأهلاوية سعداء ليه النهاردة وفرحانين قوي؟ ده ماتش ب3 نقط في دور المجموعات. ده الزمالك امبارح فاز على المريخ السوداني 4، وبرغم كده ما كناش فرحانين قوي ولا حاجة. وده مريخ سوداني وده هلال سوداني، بس الأهلي عمل من فرقة الهلال السوداني حاجة كبيرة قوي. وزي ما قلت لكم الأهلي كأنه فاز على ريال مدريد. انا بقى عايز اشوف الاهلي اما يقابل صن داونز ولا الترجي ولا الوداد. وانا في وجهة نظري الاهلي اضعف فرقة في اللي تأهلوا لدور الثمانية، وبقول لكم الاهلي مش هيصعد لدور الاربعة، وافتكروا كلامي. بينما صرح احمد حسام ميدو وقال: الاهلي النهارده عمل ملحمة كروية وفاز على الهلال السوداني، ليؤكد ان الاهلي جاي لكل فرق افريقيا في دور الثمانية وبيهددهم وبيقول لهم: انا الاهلي اللي بيتأهل لدور الثمانية بيصبح وحش مفترس بياكل اي حد بيقف قصاده. اظن الرسالة دي واصلة لكل اندية افريقيا، وبالذات اللي انهوا اول مجموعات زي الوداد والرجاء والترجي. هو دول احتمال فرقة واحدة تقابل النادي الاهلي في دور الثمانية. وانا بقول للفرقة اللي هتقابل الاهلي حظك هيكون اسود، عشان الاهلي مش هيرحمك. واحنا عارفين الاهلي في المجموعات شكل، واما بيتأهل لدور الثمانية بيبقى شكل تاني خالص، وعلى مسؤوليات الشخصية. وافتكروا كلامي وسجلوه، البطولة دي من نصيب الأهلي. وفي النهاية لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.